تشوفون شارع الرشيد بعد ما تم تأهيله بالكامل تقريبا، النظافة والأناقة والعراقة اللي موجودة في البنايات التاريخية والأثرية والحضارية اللي تعكس الطابع والحضارة العراقية والبغدادية الأصيلة. الشيء الحلو انه انت وانتي ما دافعين ولا درهم ولا ضريبة ولا مشاركين بشكل مباشر كما في الدول الأوروبية، انك ياخذ منك ضريبة كل شهر ويقول لك على مود اسوي لك الخدمات، بينما هنا الخدمات الحمد لله والشكر انت كمواطن انت مدلل. مسار خاص بالسبارسيكل، البايسكل الكهربائي، مسارات روعة. وهذه أول السكة اللي تنحط في شارع الرشيد، أول علاماتها اللي جتي من دولة تركيا اللي متعهدة بتركيب وصيانة وإدامة هذا الترام اللي راح يكون في وسط شارع الرشيد، المعلم الحضاري والمعلم الأثري اللي احنا كنا منتظرين هذا الشيء بفارغ الصبر. والحمد لله والشكر انكحلت عيوننا وشفنا هذا الشيء بعيننا، وجاي نشوفه ونلتمسه بمشاعرنا وقلوبنا. فالحمد لله انه هذه اول سكة قطار تنحط في شارع الرشيد منذ 100 سنة تقريبا. شكرا لكل الجهود المبذولة اللي يخلون بغداد والعراق يزدهر يوما بعد يوم. والجميل في أيضا شارع الرشيد بأن الإنارة صارت معلقة كما ترون، وهذا مكان المترو. وأيضا بعد ماكو بسطيات برا ونفايات وشغلات تشوه النظر، بالعكس راح يصير انه كله مسلفن. بغداد صارت بالتشيس، بغداد صارت بالتشيس، يعني انه كل شيء صار بيها نظيف وصار بيها جديد وصار بيها مرتب. حتى الإنارة اللي كانت هنا قديما اختفت. ليش؟ لأنه إعادة تعمير هذا الشارع منذ 80 سنة تقريبا. هذه أول مرة يمر هذا المتحف البغدادي، المتحف العراقي، بهيج حركة صيانة وإعمار ما شهده منذ 80 سنة، منذ 100 سنة، وما زال الترتيب جاري والصيانة جارية أيضا. كله صار بالتشيس، تخيل كله متشيس. بغداد صارت بالتشيس من الأخير، كل شي بيها مرتب، كل شي بيها نظيف، كل شي بيها جميل. بقت كم بناية راح يعيدون ترتيبها وتصميمها وإدامتها، لأن هذه البنايات في الغالب هي صار لها على الأقل عشرات السنين، ولذلك تحتاج لها دقة وعناية وصيانة تراثية تحافظ أيضا على الإرث التاريخي والحضاري اللي موجود في بغداد. إن شاء الله تزورون بغداد وتشوفوها بنفسكم، وبغداد تزدهر يوما بعد يوم. والشيء الحلو انه بغداد صارت بالتشيس. شكرا.